الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الرياضيين متابعي قنوات الكاس أينما كنتم وأينما تواجدتم، في مرتين مصر، في مرتين ليبيا، في مرتين محاولة إلى الأمام خطيرة. منتخب المغرب طبعا بحضورهم ومشاركاتهم وتواجدهم في المباريات النهائية بالخمسة، وبالإضافة للاعب أنس الحاضر بالرقم 3. كرة إلى الأمام، محاولة من جديد لعناصر منتخب المغرب. هدف أول للمنتخب المغربي. أسود الأطلس يزهروا في مدينة جدة، أسود الأطلس يزهروا في عروس البحر الأحمر مدينة جدة بالهدف الأول بالتقدم عبر نتيجة المباراة. الخبرة المغربية بالحضور على مستوى المباريات النهائية لكرة القدم داخل الصالات، يكون التقدم موجود. شوف اللمسة كانت إلى الأمام، الله على إسماعيل يسجل هدف أول بعد كرة كانت قادمة من اللاعب يوسف في الأمام، وهدف أول لمرمى المنتخب المغربي. 37 ما بين استقبل الشباك 22 هدف. هنا فرصة محاولة خروج لحارس المرمى ما زالت مستمرة، وحارس المرمى يعود. كرة للمنتخب الكويتي، تسديدة حاضرة. حمزة لعناصر المنتخب المغربي إلى الأمام. الهدف الثاني قد يأتي في هذه الأثناء. تسديدة وكرة تتفيت، ولقب ثالث للمنتخب المغربي. تقدم بهذه الكرة، عدى مر وفيان. اللعبة شعراوي إلى الأمام في هذه المحاولة، اللعبة الخطيرة، ومن ثم يا خالد بوزيد، واحد من اللاعبين اللي يتواجد في اسبانيا. خالد بوزيد، هذه تسديده لكن الخواري يتواجد وخلص الكره. تسديد، الله يا سلام يا سلام يا سلام. سفيان شعراوي يسجل الثاني، سفيان شعراوي يسجل هدف ثاني لمنتخب المغرب. يا لها من تسديده ويا لها من كرة صعبة وقوية. شوف سفيان، هب على طول في الشباك، وبالتالي أصبحت النتيجة 2-0 لمنتخب المغرب. يا سلام على تسديده وعلى كرة وعلى لقطة، هب على طول. الله على منتخب المغرب وفرحة الجمهور. صالح الفاضل إلى الأمام بمحاولة خطيرة، هذه خطيرة، ومن ثم إلى في محاولة صالح الفاضل الكرة إلى الأمام. هدف ثالث، ولكن حارس المرمى ما زالت مستمرة. المغربي كرة بمحاولة، فرصة خطيرة، الثالث للمنتخب المغربي. يوسف جواد يضيف الهدف الثالث، يجعل المنتخب المغربي أفضل في هذا الشوط الأول بثلاثية، ويقترب من لقب يعتبر ثالث في تاريخ كرة القدم المغربية منذ الشوط الأول ثلاثية. منتخب الكويت المتراجع لابد أن يتقدم الأمام، لابد أن يبادر ويحاول. الخطأ اللي كان موجود وبعد ذلك التسديدة اللي حضرت من قبل لاعب يوسف جواد يستغل المنتخب المغربي ويسجل هدف ثالث. منتخب الكويت لابد بأن يكون حاضر بشكل جيد. صاحب الهدف الثالث، وتسديده وفرصة وتصدي لحارس المرمى. كرة إلى الأمام في هذه المحاولة، خطفها للرابع، ومن ثم باتجاه صالح الفاضل. تسديدة خطيرة كانت. حمزة في هذه الكرة، في هذا التقدم، في هذه السرعة الموجودة. الله على الهدف الرابع للمنتخب المغربي. الهدف الرابع للمنتخب المغربي عن طريق اللاعب خالد بوزيد يسجل هدف الرابع.
رباعية موجودة من خلال هذا اللقاء في 3 دقائق و45 ثانية موجودة. شوف السرعة، المرور بمهارة من قبل أنس، السرعة الموجودة، وبعد ذلك تمريرة كانت جميلة. لعيب أنس، لعيب في هذه الكرة، ومن ثم باتجاه خالد بوزيد صاحب الرقم 15. بوزيد يسجل كرة في المرمى، يستمتع في هذا اللقاء. فرصة للخامس، الخامس موجود، نعم موجود. سفيان يسجل الهدف الخامس. خطأ يقع فيه المنتخب الكويتي بشكل متكرر. تقريبا المغرب سجل 3 أهداف بنفس الطريقة. نعم سجل 3 أهداف بنفس الطريقة. خطف الكرة، مرمى يكون خالي، يوجد فيه لاعب لكن ليس حارس مرمى. شوف سفيان، انطلق سفيان، المرمى خالي، وبالتالي المغرب تسجل هدف خامس. تستغل فرص المغرب، تستغل الفرص من خلال هذا اللقاء. إذا هبت رياحك فاغتنمها. شوف منتخب المغرب فايزين 5، تشعر بأن نتيجة 0-0. كرة الدور على حارس المرمى لكي يسجل. نعم الدور على حارس المرمى لكي هو الآخر يكون له نصيب من الفرحة في هذا اليوم. رضا يسجل. شوف اللعبة ذكية مخادعة. خطأ الموجود لاعب المتقدم والمرمى الخالي، والهدف السادس. سداسية، وأي سداسية مغربية. كرة في هذه المحاولة. السابع. سباعية وأي سباعية من خلال هذا اللقاء. الله على المنتخب المغربي، من خلال هذا اللقاء. بالفلاشات تسديدة حاضرة، وهدف يأتي تقليص الفارق. هدف تقليص الفارق للأزرق الكويتي عن طريق عبد الرحمن الطويل. مباراة تشهد 8 أهداف. عبد الرحمن سدد كرة هي في مرمى المنتخب المغربي. عبد الرحمن الطويل يسجل هدف تقليص الفارق. Hello everyone, welcome to Foot News. Before you proceed to the video, leave a like if you enjoyed and make sure to subscribe. Kyle Walker has to be disappointed to have not featured in Man City's starting XI in the Champions League final. The 33-year-old could now be looking to new horizons this summer, according to The Athletic. After 6 seasons wearing the sky blue jersey, Kyle Walker could be leaving Man City in the coming weeks, according to The Athletic. The left-back is reportedly unsatisfied with his playing time this season, which has seen him play 39 matches across all tournaments. Starting just 27, his absence from City's starting XI when they faced Inter Milan in the UCL final would have come as a huge disappointment for the Englishman, which could move him to consider leaving this summer. Newly promoted Sheffield United, the team Walker came up through, would be interested in the player's return, according to TalkSport. It could be a challenge for the Yorkshire Outfit to take on his salary, however, since his arrival to City from Tottenham in 2016. Walker has won 12 trophies with the club, including 5 Premier League titles and 1 Champions League trophy in 254 matches. Don't forget to subscribe. See you in the next video. Thank you for watching.